مقاومه الانسولين هيجيب نتيجه ولا لا. عايزه اقول حاجه قلتها قبل كده بس هقولها تاني، مفيش حاجه اسمها دواء يخسس. الدواء بيساعد، هيساعدني ان انا احس بالشبع، هيزود معايا الحرق لو انا اصلا عندي مقاومه انسولين هيحسنها. انما الاساس حاجتين، لازم اكون مقلله سعراتي ولازم اكون بعمل مجهود. عشان تخس انك تكون مقلل سعراتك اكتر من انك تكون بتعمل مجهود. النتيجه ولا لا على حسب بقى انت بتتعاملي معاه ازاي. بتتعاملي معاه ان هي الحبايه السحريه اللي انت هتاكلي براحتك وتاخديها، الكلام ده كلام اعلانات مش حقيقي. ان انت ملتزمه بالاكل بس هتاخديه يساعدك، هيجيب نتيجه طبعا ان شاء الله وهيبقى كويس جدا. طيب الكروماكس اصلا جواه عنصر الكروم موجود بشكل طبيعي في اكل كتير. لو في ناس مش بتحب الاقراص ممكن تلاقيه في الحبوب الكامله زي القمح والشعير، موجود في الكبده واللحوم الحمراء، ومفيش مشكله خالص ان تاخديه كقرص او 2 قبل الوجبه الرئيسيه، ما فيهاش اي مشكله. اعمل ايه لو ضغطي نزل؟ ضغط الواطي ليه اسباب كتير، منها اسباب مرضيه خطيره. لو حد ضغطه